أول لمّا لاقوني جايبة البانيه افتكروني اللي أنا هاعمل مكرونة وبانيه، ما يعرفوش اللي أنا مخبية لهم حاجة أحلى وأطعم من كده. تعالوا نشوف هنعمل إيه النهارده بنُص كيلو بانيه، بس ما تخافيش مش هنعمل ولا مكرونة ولا بانيه، هنعمل حاجة طعمها أحلى، وكمان تقدري اللي أنتِ تاكليها في ساندوتشات سواء فينو أو عيش سوري، أو كمان تعملي جنبيها رز، أو ممكن تعملي مكرونة على حسب ما أنتِ عايزة. جبت البانيه وغسلته كويس جدًا وقطعته مكعبات، وتعالي نعمل التتبيلة ونشوف هنعمل إيه. حطيت معلقة صغيرة من الملح، وعليها نص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من بهارات الفراخ، ونص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من التوم البودر، وربع معلقة من البصل البودر، وعليها كمان ربع معلقة صغيرة من الزعتر العريشي، ونزلت عليهم بفنجان من الحليب، وفنجان صغير من الخل، وعصرت ليمونة بالشكل دوت كده. عايزة أقول لِك التتبيلة دي بتكون طعمها حلو جدًا، يعني أنتِ هتعملي إيه؟ هنعمل شاورمة الفراخ اللي كلنا بنحتار نعملها إزاي، ويا ترى أنهي تتبيلة اللي هتطلّعها صح. التتبيلة اللي أنا هاقول لِك عليها أو اللي أنا قُلت لِك عليها دي، هي دي اللي هتطلّعها الصح والطعم هيكون حكاية. جرّبيها وادعي لي. نزلت بقطع الفراخ بالشكل دوّة كده، وقلّبت كلّه مع بعضه، وهاغطّيها واسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. لو مستعجلة عليها اشتغلي بيها على طول ما تخافيش. حضّرت معايا الخضار اللي أنا هابدأ اللي أنا أحطه جوّه الشاورما. معايا بصلتين حجمهم متوسط، وممكن تستغني عن واحدة وتستعملي واحدة، على حسب ما أنتِ عايزة وعلى حسب كمان الولاد بيحبوا إيه. معايا قرنين من الفلفل بدأت اللي أنا أقطّعهم شرايح بالشكل دوّة كده. معايا قرن فلفل واحد حراق، بس ما رضيتش اللي أنا أقطّعه، علشان خاطر الولاد ما يتضايقوش، سِبته زي ما هو كده يا دوب قطّعته نُصّين بس. معايا جريل على النار أو طاسة أو أيًا كان أي حاجة تكون واسعة شوية عشان تقدري اللي أنتِ تشتغلي براحتك جواها. نزلت بيها بمكعب بربع كوباية من الزيت، آسفة. والزيت معايا سِخن كويس جدًا، نزلت ببقية الفراخ بالشكل دوّة كده، اللي إحنا تبّلناها مع بعض. تقليبة في التانية في التالتة الفراخ كانت استوت بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. وعايزة اقولك الريحة جبارة والطعم حكاية. بعد ما شوحت الفراخ شوية تخرتها كده وبدأت ان انا انزل بالبصل. حسيت ان البصل كتير شوية فما نزلتش بيه كله، علشان خاطر ما يضايقش الولاد وهم بياكلوا. البصل هيدبل معايا بعد ما اقلبها تقلبتين تلاتة. هنزل بالفلفل. طبعًا لو أنتِ ليكِ في الحراق تقدري تقطّعي الفلفل الحراق دوّة شرايح صغيّرة زي ما قطّعنا الفلفل الرومي. في الوقت دوّة لو أنتِ عايزة تحطّي طماطم براحتك خالص، بس أنا فضّلت اللي هي من غير طماطم تبقى طعمها أحلى. قلّبت كده شوية وكان الفلفل كمان دِبِل معايا كده، بس ما اتهراش أوي. في الوقت دوّة خلاص خلصت معايا شاورما الفراخ، عملت جنبيها سلطة وسلطة طحينة كمان، سلطة بلدي وسلطة طحينة، وحطيت على وشها بقدونس. طبعًا تقدري تاكليها زي ما أنتِ عايزة. باحبكم في الله والسلام عليكم.